السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما انتم شايفين الركنة اتشطبت واتغلفت. احنا منتظرين العربية عشان تيجي تنقلها لبيت العميل. والركنة ديت طبعا كانت متصورة في الفيديو اللي فات هنا في القناة وعلى قناة فنون التنجيد، وهي مفروشة في المحل قبل ما تتغلف كده. فاللي ما شافش الفيديو يقدر يرجع له تاني، وكنا اتكلمنا على شوية تفاصيل عن الركنة دي. فاحب تاني يعني اعرف الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات ان الركنه دي كانت ركنه قديمه وكان مقاسها صغير، فعدلنا المقاس بتاعها كبرناها وغيرنا شكل الركنه شويه. كانت الظهر والدراع بسوى واحد، فعلينا الظهر، خلينا فيها شكل مختلف كده عشان تبان ان دوت شغل جديد وما يبانش ان هو حاجه معدله. وزي ما انتم شايفين كده يعني ما شاء الله شكلها تحفة. طبعا اللي هتشوفوها تاني في اخر الفيديو وهي متصورة في بيت العميل مفروشة والكوشنات مرصوصة عليها، فالمقطع حطها لكم في اخر الفيديو. تعالوا بقى نشوفوا السفنجات اللي احنا بنستخدمها في الشغل عندنا. في كل الشغل عامة بنستخدم الكثافات العالية. الشغل دوت استعملنا فيه سفنج كثافة 48 للقعدة، والسفنجات الرفايع كمان بتاعت الظهر والدراعات كمان كثافات عالية. سواء كان الفرز الأول الجديد من الفرز الأول أو الجديد من الفرز التاني. كمان الجديد من الفرز التاني بيبقى كثافته أعلى كمان من الجديد في الفرز الأول. طبعا دايما بنميز شغلنا بالكثافات العاليه بفضل الله وبالخامات العاليه. القماشه دي قماشه كتان، وكنت مصوره لكم فيديو عن القماش ده. تعالوا بقى نشوفوا الركنه في بيت العميل. زي ما انتم شايفين